ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا باشمهندسة سارة عثمان. النهارده هنبدأ مع بعض ال HTML. طيب، هو يعني ايه اصلا ويب؟ يعني ايه اصلا HTML؟ طيب، في البداية آه الويب زي اي سايت عادي جدا. تمام. ليه مجموعة من الصفحات زي كده. هنا مثلا في كود بن للناس اللي عايز تستخدمه، بتاعت HTML CSS جافا سكريبت. هنلاقي مجموعة من الصفحات هنا موجودة، فيها your work activity assets bookmarks. طيب، احنا ممكن مش فاهمين الواجهة دي قوي، نيجي نجيب أي e-commerce site، يعني زي مثلا أمازون أو نون. ممكن لما نيجي نفتحه كده، ايه الموجود هنا؟ الموجود هنا عبارة عن pages. هو ده السايت أصلا، بس كل بيج منسقة ومحطوط لها هيكل معين زي كده، حسب الفانكشن أو الأكشن اللي احنا هناخده على الصفحة دي. يعني السيل، خلاص أنا هنا في مرحلة البيع بعمل لازم أعمل ريجستريشن وأقدر إن أنا أجوين السايت نفسه. طيب، today's deals، زي مثلا products معينة أنا حطيتها هنا، والبرودكتس دي متقسمة لأنواع كتير، categories كتير جدا، زي اللي موجود قدامنا دلوقتي. طيب، أنا مثلا عايز ألعب مثلا، فهقدر إن أنا آخد أكشن وأروح أعمل باينج للبرودكت معين ده، بشكل بسيط قوي. يعني انا بشتري حاجه من سايت او اي حاجه كاي كوميرس. طيب، انا دلوقتي يعني ايه برضو؟ يعني ايه سايت؟ هو سايت معمول بشكل صفحات كتير قوي، بقدر كل صفحه ليها وظيفه معينه في الويب سايت ده. تمام. ليها اسمها، ليها التايتل بتاعها اللي بتظهر بيه، كل حاجه تمام. طيب، بالنسبه لل HTML، طيب هو ده أول بداية أي ويب سايت في الحياة، هو ال HTML. وده مش كود ولا أي حاجة، هو ده أساسا لغة ترميز. إيه لغة الترميز دي؟ يعني إيه أصلا؟ هي اللي بتكون لي هيكل الصفحة بشكل مبدئي. أنا عايزة أحط فيها إيه؟ ما عندي كذا صفحة في السايت، عايزة أربطهم ببعض. مين هقدر من خلال إيه إن أنا أربطهم ببعض؟ وهقدر من خلال إيه أعمل الاستراكشر الأساسي بتاع الصفحة؟ طيب، هنا ال HTML CSS جافا سكريبت دي التولز الأساسية عندي علشان أقدر أبني ويب سايت الأساسي. يعني ما قلتش كل التولز. طيب، زي ايه؟ هي زيها بالظبط، الويب سايت ده زي بيت، زي هاوس. هي ال HTML هي أساسه حيطان. لسه عندي حيطان، عندي مش متقسم كويس، فبقسمه. أعمل هنا مثلا أوضة، هنا حمام، وهكذا. ده بالنسبة للبيت. فهنا قسمت ايه البيت لغرف. كل غرفة محتاج ان انا لا لازم ابيضها شوية واشكلها. تمام. هستخدم ايه؟ السي اس اس في حالتنا احنا كسايت. فالسايت عامل زي البيت، بنقسمه صفحات زي ما بنقسم البيت ده لغرف كتير قوي. طيب، او بنقسم ايفن الغرفة لمسافات معينة او حاجات معينة. بعدين ببدأ استخدم الديزاينر بتاعي يجي يقسم لي الدنيا صح، او يديها على الاقل يخلي شكل الدنيا كويس. سي اس اس، ويعمل التشطيب زي الدهانات الالوان وهكذا. نفس الفكرة في الويب سايت. طيب، بالنسبة للجافا سكريبت، الجافا سكريبت زي مثلا اجي افتح النور في البيت واخد اكشن معين. يعني ايه اكشن معين؟ اقفل النور، افتح النور، وهكذا. طب ما ده كان محتاج اساسيات. اوريدي عملنا اساسيات، ندخل في مرحلة الايه؟ الجافا سكريبت بتاعت الويب سايت. جافا سكريبت دي هي بقى لغة البرمجة اللي من خلالها اقدر اعمل فانكشن معينة. يعني ايه فانكشن؟ يعني اخد اكشن. يعني ايه اكشن؟ يعني تفاعل معين على الصفحة. ان انا ادوس على زرار معين، ان انا ادوس على بيج او برودكت معين، اقدر اشوف ديتيلز عنده او عنه في السايت نفسه. فكل ده هقدر اعمل من خلاله ايه؟ اعمل له مثلا اد تو كارت. اللي بيمكنني اعمل ده
وناخد الاكشن وادوس عليه ويوديني صفحة تانية، هي الجافا سكريبت. تمام. وطبعا في سايد بتاع الباك اند اللي هو السيرفر والهوستنج، ده كله هنتكلم عليه في الاخر خالص عشان بس ما نلخبطش الدنيا. ففي كبدائي كده مبدئيا، يعني إيه اصلا HTML؟ HTML هي هايبر 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 تكست ماركب لانجوج. انا لغة ترميز بقدر ان انا اعمل من خلالها تكوين الصفحة بتاعتي. تمام. طيب، ايه اللي معايا تاني، او ايه اللي ممكن نعرفه تاني يعني غير انها HTML؟ ان هي بتتبني من خلال حاجة اسمها tags. tags، ايه هي التاجز دي؟ tags معناها الشكل ده، اللي هي العلامتين اللي قصاد بعض، الاكبر منه والاصغر منه. طيب، ديتيلز اكتر، ما فهمناش قوي. انا عشان ابني صفحة لغة الترميز او الهيكل بتاع الصفحة بضطر استخدم لغة الترميز HTML. بعمل من خلالها اللينكات، بعمل من خلال التاجز دي، كل تاج ليه نيم. مثلا حاجة لللينكات بديلها اسم، الحاجة للصور بديها اسم تاني، تاج تاني، الحاجة للتكست بديه اسم تاني، للفورم بديها اسم تاني، وهكذا اسم الفورم. تمام. يبقى انا بسمي التاج حسب الايه، الفانكشن بتاعته، او الاستراكشر بتاعه. تمام. طيب هعملها ده ازاي؟ طب مش فاهمين برضو. طيب يعني ايه برضو تاج؟ عندي في التاج بسمي الحاجة اللي انا عايزها تاج نيم. تمام. وهنا بسميه open tag. تمام. opened tag. ماشي. طيب، عايزة اقفله بقى، هقول ايه؟ تاج نيم برضو نفس الاسم بتاعه، مش بغيره، واروح قافله التاج نيم واقدر ان انا ايه، اقول له ايه، اقول له ده closed تاج. يعني كده بقفل، عندي فتحه وقفله، يبقى التاج ليه فتحه وليه قفله، وده من اساسيات ال HTML. تمام. طيب بين الاتنين بقى الاوبن تاج والكلوز تاج ايه بقى؟ اهو ده كده الاوبن تاج، وده هنا الكلوزد تاج، بسلاش، بباك سلاش. طيب، زي مثلا هاجي اقول له افتح لي فورم لو سمحت. ماشي. اقفل لي الفورم لو سمحت. بس فهي دي الفكرة، دي فكرة التاج بس، خلاص خلصت. كده انا فتحت الفورم وقفلت الفورم. طيب بين الاتنين هقول له ايه؟ هيبقى في ايه؟ هيبقى في حاجة اسمها سكوب. في حاجة اسمها سكوب. السكوب ده هي الديزاين اللي انا هعمله للفورم. هحط فيها بوتون، زرار، وهحط فيها تشويسز ان هو يخلي اليوزر يتشوز حاجة، وهكذا. تمام. فده بنسميه بيحتوي على تاجز تانية من جوه، وبنسميه فورم. تمام. كده اتكلمنا عن الاوبن تاج والكلوز تاج، وهنتكلم على انها case insensitive. case insensitive. تمام. يعني ايه؟ يعني مش فارق معاها اذا كانت الايه، كابيتال او سمول. التاج بقى لو كتبنا النيم في التاج ده بكابيتال او سمول ولا هتفرق. تمام. يعني ممكن اكتبها كده فورم عادي. طيب ممكن اكتبها كده، ما بتفرقش. ده معناه كيس insensitive. طيب علشان اصلا استخدم الاوبن تاج والكلوز تاج كله على بعضه كده، لما اجي مثلا عند الفورم، بستخدم الفورم بفتحها واقفلها واحط جواها سكوب. طيب كل ده اسمه ايه؟ اسمه element. ده كله عبارة عن ايه؟ عن element. تمام. كده الفورم بالسكوب بكلوز بتاعت الفورم، دي اسمها element. تمام. اسمها ايه؟ اسمها element. كلها على بعض كده اسمها element. مسميات جديدة بس مهمة جدا. خلاص. طيب وبعدين الاديتور.
لازم عشان اقدر اعمل اصلا سايت لازم اعمل وشويه بيجز كتيره. بقدر بستخدم حاجه اسمها الاديتور. اللي هو ايه الاديتور؟ الفيجوال ستوديو كود، اللي هو الفي اس. طبعا ده اسهل تول ممكن نستخدمها، لان الفي اس ما بندورش في مليان اكستنشنز وتولز كتير من جواه، يعني ونقدر نضيفها بمنتهى السهولة واحنا بنشتغل، فهيسهل علينا الشغل جدا بدل ما ننزل كذا ابلكيشن مع بعض. تمام. طيب هنستعمل ايه تاني عشان نعمل فكرة اللايف سيرفر؟ يعني ايه لايف سيرفر؟ يعني اشوف الحاجة اللي انا بعمل لها structure او ببنيها على الصفحة البيضة بتاعتي، اللي هي أول صفحة خالص بال HTML. أنا محتاج أشوف أنا بكتب إيه. بكتب كود الفورم ده، هل فعلا هيطلع لي فورم؟ طب بكتب في الفورم بوتون، هل فعلا هيطلع البوتون ده وهيظهر؟ فلازم أشوف ده بشكل بيزك، يعني بشكل مبدئي. لازم أشوف كل الكلام ده. طب هشوفه إزاي؟ من خلال اللايف سيرفر دي، موجودة برضو في فيجوال ستوديو كود، وهيودينا على البراوزر بتاع جوجل. تمام، او مايكروسوفت ايدج. تمام. جوجل كروم اللي احنا كلنا عارفينه. تمام. بس كده، دي نهاية السيشن بتاعتنا، وكانت الانترو بسيطة عن ايه هو السايت وايه هي ال HTML. نتقابل المرة الجاية في السيشن الجديدة.